السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصبح وفي رد كتير على السوشيال ميديا بخصوص جاكسون موجيكا ان هو المهاجم المرتقب للنادي الاهلي. الحقيقة انه اهتمام جمهور الاهلي بموضوع المهاجم مخليهم الى حد كبير جدا منشغلين بالقصة دي بشكل هستيري لدرجة يمكن غير مسبوقة. اهتمام الجمهور بالموضوع ده واحساسهم ان الادارة مقصرة بشكل كبير في القصة دي، وتصدير الاحساس ده من قبل عدد كبير جدا من الاعلاميين مخلي الدنيا مش كويسه. طبعا مفهوم انه الاحساس ده مطلوب انه يبقى كبير لاسباب كتير، مثلا منها انه في ناس بتدفع في الاتجاه ده، لانه اداره الاهلي لحد دلوقتي مش بتقول الاسباب الحقيقيه لتاخر فكره استقطاب المهاجم. ومن ناحيه تانية برضو الاعلام عايز يقرب المسافات ما بين فشل مؤسسه الزمالك الذريع حاليا وما بين موضوع المهاجم. عايزين نكبر فشل استقطاب المهاجم ونسويه الى حد ما بفشل مؤسسة الزمالك الذريع الحالي. طيب، في كل الاحوال لما نيجي نبص على المشهد هتلاقي ان جاكسون موجيكا هو ووكيله، تحديدا وكيله، بيحاولوا يستغلوا اهتمام جمهور النادي الاهلي لدرجه ان هم عمالين يعملوا او تحديدا وكيل جاكسون موجيكا عمال يعمل ستوريهات، يجيب فيديوهات للاهلي وقناه الاهلي، وده بيحاول بيستفز او بيثير لعاب جمهور الاهلي اكتر واكتر فيما يتعلق بتنفيذ او انفاذ او اتمام الصفقه. ومن ناحيه اخرى فان عدد كبير جدا من الصحفيين المقربين من دوائر العمل بالنادي الاهلي مصممين انه لحد دلوقتي مفيش جاكسون موجيكا، وان الاهلي ما بين مهاجم افريقي بيلعب في اوروبا او لاعب برازيلي او سوزا. لحد دلوقتي في ناس بتتكلم في سوزا. طيب، انا شايف انه موضوع جاكسون موجيكا صعب جدا 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 جدا، وللاسف الشديد هروح مع سكه الاعلاميين المصريين اللي بيقولوا ان مفيش جاكسون موجيكا وانه غالبا مش هيبقى جاكسون موجيكا. ولكن لو حصل العكس ده شيء اكيد يحسب لاداره النادي الاهلي، لكن طبعا علشان يحسب لاداره النادي الاهلي بشكل سليم، ففي النهايه هو انت ناوي تدفع كام في جاكسون موجيكا؟ هل انت ناوي تدفع فعلا 5 مليون يورو؟ مش عارف، حقيقة رقم مبالغ فيه جدا، ولكن مش هقولك انه مش منطقي، لا منطقي. عشان تجيب مهاجم بالقيمة دي او بالقدرات دي لازم هتعمل تضحية كبيرة، والتضحية دي وقتها، يعني انك مقبل على مسابقات كبيرة وفيها جوائز مالية كبيرة، وطبيعي جدا انك انت تحاول انك تستقطب افضل العناصر الممكنة علشان يبقى عندك فريق كويس. ولكن بيرجع جمهور النادي الاهلي وانا منهم اسال سؤال تاني: هل ما كانش في امكانيه احنا نجيب حاجه افضل بمبلغ اقل، او حتى حاجه على نفس المستوى بمبلغ اقل؟ الحقيقه ده سؤال لازم يطرح على مستر كولر وعلى الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي. في جميع الاحوال بالتاكيد الاشياء اللي بتحدث دلوقتي او الدايره دلوقتي مش هيهديها الا اعلان النادي الاهلي عن صفقه المهاجم. ده لو فعلا النادي الاهلي فعلا ناوي يجيب مهاجم، ومش ناوي انه يعطل موضوع المهاجم لحد يناير، لحد ما سوزا يبقى فري ويجيبه. لانه للاسف في بعض الاطروحات اللي شغاله دلوقتي ان الاهلي يعمل اعاره لمده 6 شهور لايبوكا، وبعدين يقوم جايب سوزا في يناير بعد ما يبقى فري. حقيقه الطرح ده مش سيء، لكنه مش هو اللي بيمثل حلم جماهير النادي الاهلي فيما يتعلق بصفقه المهاجم. في كل الاحوال سيب العك شغال ودينا بنتفرج، في النهايه هنعرف الحقيقه. ويا خبر دلوقتي بفلوس على نهايه فتره الانتقالات يبقى ببلاش. السلام عليكم.